السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. درك الدار كامل رقدوا وأنا جبت تيزانة تاعي وجيت نهضر معاكم شوية. شفتي يا أختي هذيك اللحظة اللي يرقدوا فيها ولادنا كي نشوفوا فيهم وهما راقدين قلوبنا تنعصر بالحب ويشوفونا ونتمناو لو كان نمدوا لهم الدنيا كامل ونتمناوهم يكونوا خير من كامل الناس. لو كان نصيبوا ندخلوهم في قلوبنا ونخبيوهم من هذا الوقت وما ليه. بصح الحقيقة المرة هي أن ما راناش رايحين نقدروا نخبيوهم في قلوبنا، حنا رانا نوجدوهم باش يواجهوا الدنيا بلا بينا. حنا جيل بين القديم والجديد، جيل رافد كابا تقيلة بزاف، فيها تربية بكري بالصرامة تاعها وفيها الوعي تاع اليوم بكامل تعقيداته. رانا حاسين روحنا ما جينا منا ما جينا منك. ساعات تغلبنا هذيك النفحة تاع بكري ونبغيو نزيروا الحبل، وساعات يغلبنا الوعي والخوف عليهم ونرخيو بزاف. رانا عايشين صراع داخلي كبير، خايفين نكونوا قاسيين ونظلموهم وخايفين نكونوا مرخوفين ونضيعوهم، وهاد الحيرة هي اللي خلتنا ساعات بزاف تالفين. بصح هي اللي لازم تفيقنا وتوري لنا واسم لازم نجبدو من هذيك الكابة لولادنا في هاد الزمان. بكري كانت التربية خشينة وقاسية والوالدين ما يرحموش، بصح كانت تبني الرجلة والحرمة. كان الولد يعرف باللي النيف غلا من الخبز. واليوم هربنا من هذيك القسوة وطحنا في القلاش الزايد، ولينا نغرقوا ولادنا بالماديات باش نغطيو على الغياب النفسي تاعنا معاهم. نمدولهم احسن تليفون بصح ما نمدولهمش وقتنا. رانا نعلفوا في الاجسام بصح رانا نجوعوا في الارواح اللي هي الاولى نورمالمون تاكل. ونهار اللي نغيبوا حنا هذاك الولد ولا البنت راهم رايحين الدنيا يحسوا الدنيا فراغ، الدنيا خلات من بعدنا، على خاطر ما علمناهمش يرفدوا رواحهم. تعلموا برك يستهلكوا وسمحنا نمدوا لهم. بكري كان الولد 10 ولا 11 عام يخدم كامل الصيف باش في الدخلة تاع المدرسة هو اللي يشريق الشهب بحده. واليوم 10 ولا 11 عام عاد ماما تدي له الماكلة والشراب للفرش، وزيد كاين اللي ما يعرفش حتى يحزم صباطها أكرمكم الله، وإلا جاع يموت بالشر وما يديرش حاجة ياكلها من كثرة العجز والاتكالية اللي كبروا عليها ولادنا. الحل يا أختي ماشي في بكري ولا في اليوم، الحل في كلام ربي. شوفي وصايا لقمان الولده، قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه هي التربية اللي تصلح لكل مكان وكل زمان. صلة الله بالصلاة هذا مفروغ منه، وشخصية قوية وصبر على شدائد الدنيا. تربية الباطن تاع الإنسان، لو فون تاع بنادم قبل الظاهر تاعه. ودرك إلا حبيتو نمشيو للحلول العملية، حلول بسيطة وسهلة بلا تعقيدات بلا علم نفس، حاجة اللي نديرها أنا وانتيا أختي وأي إنسان يقدر يديرها. خليونا نتفقوا على خطوات تعاوننا في مهمتنا اللي رانا نحوسوا نكملوها بحزم ورحمة. هاد الخطوات خاصنا نسميوها خطوات الحزم الرحيم. لأول حاجة فيها كوني القدوة. باغية ولدك يصلي لازم يشوفك ساجدة وفي الوقت. باغية بنتك تكون هادية لازم تشوفك مثال للهدوء. باغية ولادك يكونوا صادقين وفيهم كامل الأخلاق الحسنة لازم يشوفوك انتي وباهم أخلاق تمشي على رجليها، على خاطر ولادنا يتربوا بواسم يشوفوا ماشي واسم يسمعوا. الحاجة الثانية رجعي الهبة للدار. لا لازم تكون لا. الولد يحتاج حدود باش يحس بالأمان، وخاصك انتي والأب الكريم تتفاهموا على هضرة واحدة، ماشي واحد في الشرق وواحد في الغرب هو يقول لا
وانتي تقولي نو، ولا العكس. على خاطر هذا اخطر شيء على الولاد، كي يشوفوا والديهم ماشي متفاهمين، واحد يقول نعم واحد يقول نو. الحاجة الثالثة، الاستثمار في الروح. قعدي مع ولدك غير ربع ساعة ولا 10 دقائق، بلا تليفون بلا مشتتات، سمعي له وتحاكاو مع بعض بألفة وحب. سمعي لقلبه الصغير والهمومه اللي تبالك انتي بالك تافهة، هو عنده حاجة كبيرة وبزاف. في وسط الكلام علميه باللي قيمته في أخلاقه ودينه، ماشي في الماركة تاع صباطه. وفي التالي بغيتك اختي تغمضي عينيك، غمضي عينيك شوية معايا وتخيلي معايا هذيك اللحظة نهار عرس ولدك ولا بنتك. تخيلي هذيك الفرحة اللي تخلط بين الدمعة والضحكة. في هذيك اللحظة واش هو الإحساس اللي راح يغمر قلبك؟ اسكو راح تشوفي في عينيهم إنسان واثق من نفسه، شبعان حب وقيم وقادر يبني دار وعائلة؟ هل راح تحسي باللي ولدك ولا الراجل ما شاء الله ويقدر يحمي مراته ويربي ولاده على الكلمة والنيف؟ هل بنتك ولات مرأة واعية تعرف معنى التضحية والوفاء؟ هذيك اللحظة بالذات هي اللي تقدري تقولي فيها بكل فخر الحمد لله كملت مهمتي. وتما تعرفي باللي ما كنتيش غير تعالفي في الجسام، مي كنتي تصنعي أرواح ترفد المشعل من بعدك. التربية الحقيقية هي هذيك الأمانة اللي تمديها لولادك باش هما يمدوها لولادهم، وتستمر هاد السلسلة تاع الخير. يا اختي ما تضغطيش على روحك بالمثالية، بصح بني البعيد، بني لهداك النهار اللي نشوفو فيه تمرة تاع التعب تاعنا وسهرنا واقفة قدامنا، وهما يقولوا لنا بلسانهم شكرا ماما على خاطر كنتي الحزن اللي قواني والرحمة اللي احتواتني. الله يوصلنا لهداك النهار ويرزقنا طول العمر باش نشوفوا ولادنا في أعلى المراتب، ماشي غير في الخدمة مي حتى في الأخلاق والدين. تهلاو في رواحكم وفي هذوك القلوب اللي بين يديكم الصغيورين، وقولوا لي في التعليقات واسم هي الكلمة اللي تمنيتوا والديكم يقولوها لكم زمان واليوم راكم تقولوها لولادكم كل يوم. نتلاقاو في ساعة الخير، وما تنساونيش من الجيم والبارتاج، واشتركوا إلى عجبكم المحتوى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.